فعشان كده دايما بقول لك جمهور الاهلي فوق فوق قوي. وعلى فكره ده من اهم اسباب نجاح الاهلي، اللي انت بتحاول دايما تنسبه لاي حاجه تانية مش موجوده في الدنيا، بس ده من اهم الاسباب. جمهور الاهلي فوق. النهارده لقينا نادي الزمالك بيتعاقد مع مدرب جديد، تمام. المهم عادي مفيش اي مشكله خالص. عمل فيديو تقديمي للمدرب يبين لك ايه الفرق فعلا بين جمهور الاهلي وجمهور اي حد تاني، تمام. التقديم طبعا اكيد كله شافها، وجاي بقى ان هو فارس ومش فارس وبتاع، وبيوقع بقى العلم الاحمر واللي عليه نسر والنادي الاهلي واسقاط عادي على النادي الاهلي. وبص يعني هات كل صفحات النادي الاهلي هتلاقي الموضوع لذيذ وعادي وفن وبنضحك وبنهزر طبيعي عادي. ليه ده مع ان المفروض اصلا معلش يعني هو الفكره كلها في ايه؟ هو الفيديو ملوش اي موقع من الاعراب خالص. يعني مثلا لو انت جايب مدرب مثلا كان بيدرب الاهلي فماشي، هو كده ايه فاهم، اسقاط حلو وبتاع ولذيذ وجميل. المهم ان حتى بعد كل ده انت عملت اسقاط على المنافس المباشر بتاعك مثلا، مفيش مشكله، ما عندناش مشكله خالص. هبص تلاقي جماهير الاهلي كلها بتهزر وعادي ومفيش اي ايه عقد نفسيه ولا في اي حاجه خالص، ولا قعدنا بقى ندبدب في الارض ولا نقول ازاي والاهانه والعلم بتاع النادي الاهلي والنسر واحنا مش عارف ايه، وانتوا بتعملوا فتنه، انتوا الطائفيين، انتوا عايزين تعملوا ايه في البلد، انتوا بتولعوا في البلد، ولا اي حاجه خالص خالص اطلاقا. ليه؟ لان دي كوره، منافسه، هزار وتحفيل وبطولات وحاجات حلوه كده وجميله زي العالم كله، زي العالم كله. الاهلي بقى لما يجي يعمل اي حاجه من الحاجات دي يا خراشي، اديك شفت اخر مره بس عربيه اسعاف. انت يا صاحبي والله اتفرج واحكم، يعني انت احكم بنفسك والله. انت شفت الدنيا اتقلبت ازاي، وخدمه عملاء اتصالات وهنقاطع والبلد واللي مش البلد ايه يا عم، ايه يا عم، الدنيا سهله وجميله، سهله ولذيذه. انت يا عم عملت اهو وهزرت وبتاع واحنا تقبلنا وهزرنا وضحكنا، بعيدا عن البتاع اصلا كله تريقه، بس ما علينا يعني احنا نقدر نتريق عليه والله. بص من اول الجزمه اللي كان لابسها بفردتين باين واللبس الغريب، المهم ما علينا من كل ده برضه عادي. انت عملت كده عادي. فيا صاحبي بقى انت دلوقتي بتنكشنا وانا في النكش ما اقولكش بصراحه. لما اجي انكشك في اي حاجه ثانيه ما تقعدش تعيط ماشي. احنا ضحكنا اهو وهزرنا وجميل الله وبرافو وبتاع وايه وكلام جميل. فلما نيجي احنا ننكشك في اي حاجه ما تبقاش تعيط يا صاحبي بالله عليك والله. خلي المنافسه حلوه، خلي فيهم منافسه حلوه. الله اعلم واعلم بقى انت هتعرف تنافس تاني ولا لا يعني، وبيراميدز هياخد مكانك فعلا ولا لا. بس ايا كان لو انا جيت نكشتك باي حاجه تقبل الموضوع عادي، هزار ضحك تحفيل عادي مفيش اي مشكله خالص. فده جزء من الايه، من النقطه اللي انا عايز اكلمك فيها، ان جمهور الاهلي الحمد لله جمهور سوي وطبيعي وما عندوش اي مشكله، ما عندوش اي عقد، عادي جدا بيهزر وبيحفل، بيتقبل التحفيل وبيحفل عادي لما يكون في حد يستاهل التحفيل، والدنيا سهله وجميله. النقطه الثانيه بقى اللي تبين لك ان جمهور الاهلي برضه مختلف عن اي جمهور في العالم، في العالم يا صاحبي والله انا حر، انا شايف نفسي كده. ليه؟ لان في واحد بقيمه وسام ابو علي، وسام ابو علي قيمه اظن يعني قيمه وقامه وحاجه طبعا مش طبيعيه وما شاء الله عليه، وراجل كان جايب 18 هدف في نص موسم وخد هداف الدوري قصه حاجه كبيره يعني، تمام. فاتضح لنا ان هو عايز يمشي. سلام يا صاحبي، مش هنقول له حاجه تاني. مش هنقول له كلمه تانيه، مش هنقول له والنبي اوعى تمشي وتسيبنا، والنبي يا وسام عشان خاطرنا، ده احنا الجمهور، ده احنا اللي بنحب. مفيش الكلام ده عندنا يا صاحبي. انت مش عايز تقعد اوصلك لحد المكان اللي انت عايزه والله، بس طبعا بالارقام اللي انا عايزها والارقام اللي انا ايه بقيمها براحتي. لكن هتلاقي ان الجمهور بقى بيتمسك باللاعب ولا وما ينفعش تمشي وما ينفعش مش عارف ايه. مفيش الكلام ده يا صاحبي. الجمهور الاهلي فعلا والله العظيم مختلف، والله العظيم مختلف. ولا بيضغط بقى على الاداره انتوا ازاي تعملوا كده وازاي مش عارف ايه. يعني اتحداك 99% حرفيا ان لم يكن اكتر يعني بيتكلموا نفس الطريقه اللي بتكلم بيها. هات صفحات كل الاهلاويه، هات صفحات كل الاهلي اللي موجوده على الميديا، هتلاقي كلها بتتكلم من المنطلق ده. مفيش حد هيقول لي انتوا ازاي اداره مش عارف ايه، ما تحاولوا تقعدوه، طب زودوه، طب ادوا له فلوس، طب اعملوا له اي حاجه. مفيش الكلام ده عندنا. فعشان كده دايما بقول لك جمهور الاهلي فوق فوق قوي. وعلى فكره ده من اهم اسباب نجاح الاهلي، اللي انت بتحاول دايما تنسبه لاي حاجه تانية مش موجوده في الدنيا، بس ده من اهم الاسباب. جمهور الاهلي فوق.